جماعة شوفولي الحلاوة والطعامة والقمر ده، احلى نوتيلا ممكن تعملوها في البيت بطريقة اقتصادية جدا، وانا متأكدة ان مكوناتها عندكم في البيت. وحتى لو هتشتري حاجة فانت هتشتري حاجة من بره، مش هتبقى مكلفة ابدا زي البرطمان اللي احنا بنشتريه. عايزة اقولك بقى عملتها بنكهة البندق خطيرة. انا هنا كان عندي حوالي 10 حبات من البندق، والله مش اكتر من كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. حطيتهم في الكبة، طحنتهم قوي قوي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد كده نزلت بنص كوبايه من الكاكاو الخام. بعد كده نزلت بنص كوبايه من الحليب البودر، ممكن ما تضيفوش مفيش مشكله. وكمان نزلت بنص كوبايه من السكر، ولو انتوا عايزينها مسكره شويه فانتوا هتضيفوا كوبايه الا ربع من السكر او كوبايه من السكر على حسب ال السكر اللي انتوا عايزينه، وكوبايه من اللبن. وهقلب كل ده مع بعض في الكبه، او هضربه في الكبه او الخلاط زي ما انتم شايفين بالشكل ده. كده عملنا احلى نوتيلا. طيب احنا محتاجين القوام بتاعها يتقل. هنجيب زيت، نص كوباية من الزيت، زيت يكون ذرة عباد، مش اقل من كده، علشان يبقى طعمه كويس معانا. وطعم النوتيلا تبقى حلوة كده وغنية. فلا اما زيت ذرة لا اما زيت عباد، ما تستخدميش اقل من كده. وهبدأ ان انا اضربهم بقى كويس تاني، وخلاص على كده النوتيلا بتاعتنا جاهزة. القوام كريمي، وبصوا قابلة للدهن، يعني قابلة للدهن. طيب انا عايزاها تتقل اكتر، بدخلها التلاجة، وهتشوفوا القوام بتاعها بعد ما دخل التلاجة. القوام ده لسه اهو زي ما انتم شايفين، ده لسه وهي خارج وهي طالعة من الكبة، يعني وهي لسه سخنة. طيب انا هدخلها التلاجة بالظبط 10 دقايق ربع ساعة، هتلاقي قوامها تقل معاكي وقابلة للدهن. بصوا خطيرة. الحبيبات اللي انتم شايفينها دي حبيبات البندق، خطيرة على فكرة. انتوا ممكن كمان تستخدموا سكر بودر بدل السكر السنترفيش اللي انا استخدمته، اللي هو سكر التموين العادي. شايفين بقى القوام بتاعها تقيل جدا. بعد ما دخلتها التلاجة، لو قعدتها اكتر من كده ليلة كاملة مثلا، او سبتها في التلاجة بقى لحد ما يعني اجي استخدمها في السندوتشات او في اي حاجة، فهتلاقوا القوام بتاعها بقى كريمي قوي ومتماسك وبقى زي الفل. واللمعة اللي فيها دي زي ما انتم شايفين دي لمعة الزيت. وزي ما قلت لكم استخدموا زيت يكون نظيف. المقادير هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.